النهارده هقول لك على شويه اعراض كده لو حصلت معاك تعرف ان الكربوراتير بتاعك محتاج ان هو يتنضف او ان هو يتغير. اول علامه عندنا ان انت هتلاقي استهلاك زياده في الوقود، يعني مثلا انت اللتر بتاعك انت متعود يمشيه ب 30 او 25 مثلا كيلو، لا هتلاحظ ان معدل استهلاك الوقود زاد جدا، وهتلاحظ ان هو يعني بقت زياده ملحوظه. تمام، ديت اول علامه عندنا. تاني علامه عندنا لما تيجي تدي ضربه بنزين كده هتلاقي ان السكوتر بتاعك مش بيستجيب بسرعه، هتحس ان هو بياخد وقت عقبال ما يستجيب لضربه البنزين، فدي برضو تاني علامه. تالت علامه ان انت هتحس كده بتقطيع او بتنتيش والمكنه ماشيه، يعني والسكوتر ماشي معاك على سرعات، اما تيجي تدي بنزين هتحس ان السكوتر بينتش معاك او بيقطع. كمان من ضمن العلامات والعلامات المهمه جدا ان انت هتلاحظ خروج دخانه سوداء بالاخص اثناء التدويره، وكمان هتلاحظ ان الدخانه السوداء ديت طبعا اثناء المشي ممكن تطلع، لكن لو زودت بنزين وقعدت تدي بنزين للاخر هتلاحظ تدفق الدخان الاسود دوت. طيب يبقى احنا كده عندنا استهلاك الوقود الزياده، ان انت هتحس بتنتيش او تقطيع، هتلاقي ان السكوتر مش بيستجيب معاك في ضربه البنزين، وكمان خروج دخانه سوداء. ديت معظم الاعراض اللي انت تعرف منها ان الكربوراتير محتاج صيانه او محتاج تغيير او محتاج طقم اصلاح. في الاخر بقول لكم ارجو تكونوا استفدتم.